باذن الله اعلمك النهارده ازاي تقرا اي نتيجه تحليل في الدنيا لوحدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان تقرا اي نتيجه تحليل في الدنيا لوحدك محتاج تعرف حاجتين. اول حاجه نتيجتي طالعه كام. الحاجه الثانيه المفروض تبقى كام. وده اللي فيها الشغل كله بقى، يعني ده اللي عليه اللعب كله، المعدل الطبيعي. ازاي اعرف ان نتيجتي دي واقعه ضمن المعدل الطبيعي ولا لا، وبناء عليها اقدر اقرر اذا كانت نتيجتي دي عاليه زياده عن اللزوم او منخفضه زياده عن اللزوم. اي معدل طبيعي لاي تحليل في الدنيا بيتكتب باربع طرق بس. يعني اي تحليل في الدنيا هتلاقي المعدل الطبيعي بتاعه مكتوب بشكل من الاربعه. النهارده باذن الله هنتكلم عن اول طريقه فيهم. يلا بينا. اول طريقه مثلا لما تلاقي مكتوب في خانه المعدل الطبيعي كلمه up to يعني الى، لغايه. يعني up to 10 يبقى لغايه 10، يعني اعلى رقم المفروض توصل له في التحليل ده هو 10. up to 100 يعني لغايه 100، يعني اعلى رقم المفروض توصل له في نتيجه التحليل ده هو 100. يعني 100 فيما تحت كده نتيجتك طبيعيه. بتساويها بالظبط او هي لما تلاقي كلمه less than يعني اقل من less than 10 يعني اقل من 10، يعني 10 فيما تحت. فكلمه up to بتساوي كلمه less than. تمام كده، بيبقى الرقم اللي جنبها ده اعلى رقم المفروض توصل له. وقيس على كده بقى اي تحليل مكتوب في المعدل الطبيعي بتاعه up to او less than. على سبيل المثال معانا مثلا ده تحليل لوظيفه كبد، ده تحليل مثلا انزيم ضمن وظائف الكبد بنستدل بيه على ان الكبد شغال كويس او لا. طول ما النتيجه في المعدل الطبيعي ده معناه ان الكبد باذن الله شغال كويس. النتيجه زادت او قلت عن المعدل الطبيعي كده الكبد فيه مشكله، فيه تليف، مصاب بفيروس ايا كان. فاول حاجه تيجي تبص عليها هو المعدل الطبيعي. هتلاقي مكتوب هنا المعدل الطبيعي up to 49، يعني اعلى رقم المفروض توصل له 49، يعني 49 فيما تحت كده نتيجه التحليل دي طبيعيه. طب ابص على نتيجتي انا بقى طالعه كام، الاقيها 67 اعلى من 49 كده النتيجه هنا عاليه. ده تحليل مثلا كوليسترول، اجري على المعدل الطبيعي. مكتوب ايه في المعدل الطبيعي؟ up to 200، يعني النتيجه هتبقى طبيعيه 200 فيما تحت. اعلى رقم المفروض توصل له هو 200، فلما تلاقي نتيجتك هنا طالعه 226 كده نتيجه الكوليسترول هنا عاليه. ده تحليل انزيم تاني ضمن انزيمات الكبد اللي بنتاكد بيها وبنطمن بيها على كفاءه الكبد. اجري على المعدل الطبيعي، مكتوب up to 46، يعني اعلى رقم المفروض توصل له هو 46 فيما تحت كده انت نتيجتك طبيعيه. لما تلاقي النتيجه هنا طالعه 23 كده النتيجه دي طبيعيه. ده تحليل حمل، هتلاقي مكتوب فوق في خانه المعدل الطبيعي اللي هي الخانه اللي على اليمين خالص، هتلاقي اول كلمه فوق less than 5، يعني اقل من 5، يعني 5 فيما تحت يعني مبقاش في حمل. فوق الخمسه كده فيه حمل. النتيجه هنا طالعه كام؟ 3125. الف مبروك. ده تحليل مثلا سكر عشوائي، النتيجه هنا طالعه كام او المعدل الطبيعي طالع كام؟ up to 180، يعني النتيجه طبيعيه لحد 180.